طيب ايه نظام درجات ايلتس وايه السكور اللي انا المفروض اجيبه؟ ايلتس امتحان الدرجه النهائيه فيه من 9، وبعدين جواه الاربع اقسام reading writing listening speaking، كل قسم فيهم برضو من 9، والدرجات بتبقى يا اما درجه كامله يا اما نص، يعني ممكن تجيب 6 6 ونص 7 7 ونص، بس مفيش وربع او حاجه تانية. 9 دي طبعا اعلى درجه، وقليلين جدا اللي بيجيبوها، ومعناها ان مفيش حرف ولا صوت ولا كلمه ولا فيرب طلع غلط ولا اي حاجه عملتها غلط في الامتحان، وده صعب جدا. طيب السكور المطلوب كام؟ كل جامعه او جهه انا بقدم عليها ليها اشتراطاتها في السكور. عملت فيديو عن التقديم على الجامعات والقبول فيها، وقلت ازاي نعرف شروط اللغه بتاعت كل جامعه علشان اعرف اختار الجامعه المناسبه ليا والقدرات اللغويه. في جامعه ممكن تكون بتقبل 6 على الا يقل اي جزء فيهم عن 5 ونص، او بتقبل 6 ونص وما يقلش كل جزء عن 6، وهكذا. انا لما جبت سكور 8 ده يعتبر سكور عالي جدا، ووقت التقديم على الجامعات ما لقيتش ولا جامعه بتتطلب 8، فده كان مديني اريحيه